السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا الشعب الجزائري والجزائريين يقبلون ويتقبلون ويسكتون على كل هذه الإهانات وهذا الذل الذي يتعرض له يوميا، لا من طرف السياسيين الذين يحكمون الجزائر، ولا حتى من طرف المسؤولين في بعض الدول التي يعتبرها النظام الجزائري دول صديقة. أصدقاء ومتتبعي مبارك المغربي الجنود، السلام عليكم. في محاولة لتوعية بصبع المضبع، كلكم شفتوا الإهانة الجديدة والاحتقار الجديد الذي يعني صدر من حكام المرادية تجاه شعب جزائري لا طالما تغنى بالنيف، لا طالما تغنى بالرجولة، لا طالما تغنى بنحن شعب لا يقبل الذل ولا يقبل المهانة. ونحن نرى يوميا مسؤولين جزائريين على رأسهم عبد المجيد تبون يهين الشعب الجزائري، يستفز الشعب الجزائري، يحتقر الشعب الجزائري، ولا من يحرك ساكنا، إلى أننا وصلنا إلى درجة أن حتى بعض المسؤولين في بعض الدول الكبرى التي يعتبرها النظام الجزائري دول صديقة ودول شقيقة للنظام الجزائري، نراهم يتفننون كذلك في إهانة الجزائر والشعب الجزائري، في احتقار الجزائر واحتقار الشعب الجزائري، على رأس هذه الدول الصديقة بين قوسين روسيا وفرنسا. كلكم سمعتوا بالزيارة اللي قام بها مسؤول سياسي صغير جدا، وهو نائب وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر، وكيف تفننت العصابة الحاكمة في المرادية في إهانة الجزائر وفي اقتياح بدولة الجزائر إلى الحضيض. اليوم تأكد مرة أخرى بأن ما قاله لافروف على الجزائر هو ليس كلام يعني نابغ من فراغ، بل هو تراكمات لتصرفات النظام الجزائري في على الساحة السياسية الدولية، هي التي جعلت لافروف يقول عنكم بأنكم لا وزن، لا هبة، لا مواقف. وتحليل الشخصي لهذه الكلمات الثلاث، إذا شدنا الحروف الأولى الواو والهاء والميم، تعطينا بأن لافروف يقول للشعب الجزائري بأنكم نظامكم كيعيشكم في وهم كبير. يقول للنظام الجزائري بأنه لا وزن، لا هبة، لا مواقف، ويقول للشعب الجزائري بأنكم تعيشون في وهم تصوره لكم المرادية وكأنكم يعني قوة إقليمية. واليوم جاء باغدانوف إلى الجزائر ليثبت يعني بالصوت والصورة بأن الجزائر فعلا دولة لا هبة لها، لا مواقف لها، ولا وزن لها. كيف يعقل؟ وأعطوني في هذا الشيء وقع في دولة تحترم نفسها، أو دولة تقول عن نفسها دولة، بأن نائب وزير الخارجية اللي هو دبلوماسي صغير روسي يأتي إلى الجزائر ليستقبله عبد المجيد تبون، ليستقبله وزير الخارجية الجزائري، وليستقبله رئيس الأركان بن شنقريحة. هذا التسلسل الموجود في المرادية الذي استقبل باغدانوف، يعني عبد المجيد تبون، عطاف وشنقريحة، يدل على أنكم دولة ليست لها هبة، ليست لها مواقف، وليس لها وزن. إنه نائب وزير الخارجية، إنه دبلوماسي صغير. تتذكروا بأنه استقبله في روسيا السفير المغربي في روسيا. أما أن يأتي المغرب شي نهار ويستقبلوه، تظنون أنه سيستقبله الملك وبوريطة فهذا حلم لا يحلم به أي دبلوماسي صغير في العالم في أي دولة.
لماذا استقبله تبون أولا، عطاف ثانيا، وشنقريحة ثالثا؟ هذه معروفة، لأن شنقريحة خصو دائما هو الأخير، لأنه هو الذي يقول بأنني أنا الحاكم الفعلي لحظيرة الجزائر. لماذا النظام الجزائري يتفنن في إهانتكم؟ لماذا النظام الجزائري يتفنن في يعني إعطائكم واحد الصورة منبطحة عبر العالم؟ هل تظنون بأن لافروف نطق من فراغ؟ هل لكم هبة ولافروف كان كذابا؟ هل لكم وزن ولافروف كان كذابا؟ هل لكم مواقف وكان لافروف كذابا؟ لا. لقد بنوا هذه الفكرة على الجزائر انطلاقا من تصرفات النظام الجزائري من وزرائه ورئيس أركانه ورئيسه. عندما قمت بهذا التحليل ويعني أخذت لكم هذه الكلمة وهم من طرف من هذه الكلمات الثلاث، لأنكم فعلا أيها الجزائريون تعيشون في وهم العظمة، وهم القوة، وهم النيف، وهم الشوكر العالم، وهم القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة، وأنتم في الحقيقة لا شيء. فيقوا من هذا الوهم وستجدون أنفسكم يعني تتخلفون عن باقي دول العالم. ما قالش نهضروا العالم، تتخلفون عن باقي الدول الإفريقية بسنوات ضوئية. لكن ما دام هذا النظام يستطيع أنه يضع لكم حجاب أمام أعينكم حتى لا ترون هذا الوهم، حتى لا يعني تتمكنون من فهم الحقيقة بأنكم تعيشون وهم، فهو سيبقى على رؤوسكم. تتذكرون عندما ذهب بن صالح قبل المجيء بعبد المجيد تبون، عندما ذهب بن صالح إلى روسيا وانبطح ذلك الانبطاح المشهور أمام بوتين، وقال له: جئت لأطمئنك على أن الوضع في الجزائر متحكم فيه. شوفوا في الجملة يعني تعرفون قيمة الجزائر. في هذه الجملة تعرفون بأن لافروف لم ينطق من فراغ. كلكم تعرفون كلمة الشيتا. هذه الكلمة ولدت في الجزائر، ترعرعت في الجزائر، كبرت في الجزائر، تربت في الجزائر، وامتهنت في الجزائر. يعني الجزائريين هم الشعب الوحيد الذي يمتهن الشتاء. لذلك رأينا بن صالح وهو في موضع شتاء، يعني كيشيط إلى بوتين بهذه الكلمات التي جعلت من الجزائر لا وزن لا هبة لا مواقف. نساو علينا بن صالح، جيبوا لنا عبد المجيد تبون لما ذهب للجزائر مؤخرا. حنا ما نمشيوش بكم للبعيد، نبقاو لكم غير في التبونيات. ماذا قال تبون ل فلاديمير بوتين؟ قال له: أنت صديق العالم، قال له: أنت رجل سلم. حتى فلاديمير بوتين لم يصدق نفسه، ونحن رأينا الفيديو وهو يبتسم بتلك الابتسامة المستفزة. فلاديمير بوتين تصدم في راسو، تيقول: اش كيقول هذا السيد هذا؟ أنا رجل سلم وأنا صديق العالم. في صورة حقيقية وواضحة إلى ما تسمونهم أنتم في الجزائر بالشتاء، تبون يشيد إلى فلاديمير بوتين. وأنت الذي حمى الثورة الجزائرية، وأنت الذي تحمي الجزائر، وأنت صديق العالم، وأنت رجل آمن، وأنت رجل السلم والآمن. هذا شيء دفع كذلك لافروف أن يقول عنكم بأنكم لا وزن لا هبة لا مواقف. كيف لدولة أن يكون عندها هبة وتكون عندها مواقف ويكون عندها وزن، ورئيسها عندما يخاطب العالم عبر صحافة الزيغو يتحول إلى عطار مول الحانوت، كيتشوب، المايونيز، البطاطا، العدس، اللوبيا، الحمص، شي كلام يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان في الجزائر ليس هناك وزراء مكلفين بهذه الأمور الصغيرة التي أصبحت متجاوزة حتى في الدول الفقيرة. كيف تريدون أن لا نصدق بأن لافروف قال الحقيقة
ورئيسكم تبون ينطق يعني بأرقام خيالية. لا تنسوا بأنه ذهب للأمم المتحدة وقال لهم سنحل، يعني الجزائر ستقوم بتحلية 1,300,000,000 متر مكعب يوميا من البحر الأبيض المتوسط. قالها في الجزائر وقلنا له اتق الله واتق الله وراجع نفسك. مشى عاودها في الأمم المتحدة وكأن ليس له سفراء، يعني ليس له مستشارين، ليس هناك خبراء، ليس هناك إعلام صحفيين حقيقيين يقولوا له عمي تبون، حتى كاع يكملوا يعني الكلام ويمشوا عنده يقولوا له هذاك الكلام اللي قلت ماشي هو هذاك، خصنا نحيدوه. يتركونه لكم لأنهم يعرفون بأنكم تحبون ضخامة الأرقام وأنكم لا تستطيعون أن تقولوا عكس ما يقول عبد المجيد تبون. هذا الرئيس الذي قال بنفسه وقال والعالم يسمع بأنكم في 2026 غادي توصلوا 400 مليار دولار في البي بي، وخرج بعض الجزائريين وصدقوا وقال لك احنا سنعمل ماذا ستعمل؟ اشنو عندكم في الراس؟ الى اين انتم غاديين بهذا البلد؟ انا غادي نوريكم فين غاديين بهذا البلد. غادي نعطيكم صوره حقيقيه ونختم الفيديو للشعب الجزائري. الشعب الجزائري بحال هذاك الذي كنقولوا عليه حنا استسلم هبط كواري وكيتسنى المصير تاعو يجي كما جا. داك الانسان الفاشل الذي يعني هبط يديه وهبط رجليه ويريح وجلس وكيتسنى الضربه منين غتجي. لم يعد يستطيع الشعب الجزائري الدفاع عن نفسه، لم يعد الشعب الجزائري يستطيع الدفاع عن بلده، لم يعد يستطيع الشعب الجزائري الدفاع عن سمعة بلده وعن سمعة الجزائر، لأن أصبح مصير هذا الشعب موجود بين طبقتين في الجزائر: الطبقة الحاكمة الفاشلة الغبية الأمية الموجودة على هرم السلطة، وواحد الطبقة من الشعب اللي كنسميهم حنا بوصباعيين أو الشياتين أو التبونيين الذين يعني يستفيدون من فتات الريع ويدافعون عن هذا النظام، وباقي الشعب مغيب تماما. يعني باقي الشعب يعيش في طابورات ويعيش بأقواس مهلوسة وبمخدرات وبالسرقة وبأشياء لست أنا من يقولها، تقولها الفيديوهات التي تأتينا من الجزائر. إذا ما يبقاش فيكم الحال إذا كانوا كيهينكم الدول العظمى كما أهانكم ماكرون، كما قال عنكم ماكرون بأنكم دولة لم تكن موجودة أصلا، كما قال عنكم ماكرون بأن يحكمكم نظام عسكري سياسي، كما قال عنكم ماكرون يعني أشياء غريبة وغريبة جدا، وجاء وأهانكم في بلادكم فوق أرضكم، وأنتم دائما تنبطحون إلى هذه الدول وللأسف. والغلط ماشي منكم، الغلط من النظام تاعكم، هو الذي يمتهن الشتاء إلى أنظمة لا طالما ظن بأنها أنظمة يعني صديقة ويعني حلفاء صديقين للجزائر. هؤلاء الحلفاء الذين لا تهمهم في الجزائر إلا مصالح ديالهم، وأنتم كل ما تقومون به مع هذه الدول وما تقدمون لها من بترول وغاز وتنازلات، يعني حتى أنكم تقبلون منها الذل والعار فقط لأنكم تظنون بأنها ستدعمكم في قضيتكم وحبيبتكم مدموزيل بوليزا. هذه الدول ستجدونها غدا في المغرب وهي تقول لكم بأن الصحراء مغربية، وأن المغرب في صحرائه، وأن الصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال لكم الملك المغربي وكما قال لكم 40 مليون مغربي. سيقولونه لكم كل الدول التي تتعامل مع المغرب، لأن الملك محمد السادس اللي وحل لكم في القرجوتة قال للعالم بأن مغربية الصحراء هي النافذة التي نرى منها علاقتنا سواء السياسية والدبلوماسية أو التجارية والاقتصادية مع أي دولة فوق العالم. والنتائج رأيتمونها وترونها وسترونها في القريب العاجل. مبارك المغربي، يحبكم في الله، والسلام عليكم.